أتلانتا على موعد مع ليفركوزن لنهائي اليوروبا ليج. جاسبريني ذو الشعر الأبيض الكثيف في مواجهة تشابي ألونسو محطم كل الأرقام هذا الموسم مع الأسود والأحمر. من سيحقق اللقب على حساب الآخر؟ الفتى الإسباني انتشل ليفركوزن من شبح الهبوط إلى التتويج بالألقاب مع أول مسابقة حقق لقب الدوري لأول مرة في تاريخ النادي قبل نهايته ب5 جولات، حيث أزاح الفريق البافاري عن أعز ألقابه وعدم حصده اللقب للموسم الثاني عشر على التوالي، وحرمانه من الاقتراب والتصوير لدرع البوندسليغا في حضور ألونسو. تأهل لاعب الوسط السابق مع الفريق لنهائي كأس ألمانيا ومواجهة مرتقبة أمام كايزر سلاوتن في 25 من الشهر الجاري. عاد المدرب الأنيق ليفركوزن إلى المشهد مرة ثانية لنهائي اليوروبا ليج بعد غياب استمر قرابة 36 عاما، حينما توج النادي باللقب الأوروبي الوحيد على حساب إسبانيول تحت مسماه القديم كأس الاتحاد الأوروبي موسم 87-88. عاد بالأسود والأحمر من جديد لنهائي مسابقة أوروبية بعد آخر تواجد للفريق بنهائي دوري أبطال أوروبا والذي خسرها أمام الريال موسم 2002. تأهل للنهائي على حساب ذئاب روما بنتيجة مجموع المباراتين 4 أهداف مقابل هدفين. فهل يحقق ألونسو الثلاثية هذا الموسم دون هزيمة؟ مع الوصول للمباراة رقم 49 واستمرارا لسلسلة لا هزيمة في مشواره التدريبي، أم أن جيان بيرو جاسبريني المدرب الإيطالي الذي يقود أتلانتا لأول مرة بنهائي أوروبا في تاريخ أندية المقاطعات كما يلقب بالفريق بالكرة الإيطالية؟ جاسبريني صنع فريق ينافس كبار أندية إيطاليا في وقت قصير، حيث يحتل النادي المركز الخامس خلف بولونيا في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة. وصل جيان بالفريق لنهائي كأس إيطاليا ومواجهة أمام السيد العجوز والمزمع إقامته في 15 من الشهر الحالي. حاز الفريق الإيطالي على لقب الكأس موسم 63 وهو اللقب الوحيد في تاريخه منذ إنشائه عام 1907. جاسبريني لم يكن مرشحا في الوصول للنهائي، ولكنه أطاح بالمرشح الأبرز ليفربول خارج البطولة. عاد من فيلدروم مع قلي مارسيليا بنقطة، ثم تمكن من الفوز في بيرغامو بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي اليوروبا ليج. فهل يحقق جيان بيرو اللقب الثاني لأتلانتا في تاريخه، أم يحظى ألونسو بأول ألقابه وثاني ألقاب النادي من الدوري الأوروبي؟ دعونا ننتظر ونشاهد اللقاء من أفيفا بالعاصمة الأيرلندية دبلن في 22 من الشهر الجاري، ونلتقيكم في نهائي آخر.